شكرا ليك يا حسام. اهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. خصوصيه محافظه بني سويف ان انا النهارده عماله اشكر فيها جدا واشكر في الشغل اللي احنا شايفينه، لانها يعني فيها حاجات مختلفه. اول محافظ شاب بهذا الشكل، اول نائب محافظ شاب، اكبر محطه كهرباء، اول اتفاقيه بين احدى الكليات وبين وكاله الفضاء المصريه، الكليه الوحيده لذوي القدرات الخاصه. يعني حاجات كتير جدا موجودة برغم صغر المحافظة، لكن حاجات متميزة جدا بتميزها. ضيفي الكريم اللي لبى الدعوة معانا دلوقتي الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منورنا في استوديو صباح الخير عشان نتكلم عن محافظة بني سويف الشابة جدا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور وصباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. دكتور، يعني لو احنا بنتكلم عن المحافظة الشابة وعن أصغر محافظ في تاريخ مصر كلها، حضرتك توليت يمكن السنة اللي فاتت، عمر 34 سنة، خبرة سنة في إدارة المحافظة. أعتقد أن دلوقتي تقدر تتكلم عن التجربة. صباح الخير على حضرتك. هو أنا كنت قبلها نائب محافظ بورسعيد، وتوليت في نقدر نقول في نهاية 2019، فاحنا دلوقتي بقى لنا قرابة ال 15 شهر. محافظة بني سويف خلينا أقول إنها محافظة من المحافظات الهامة اللي للأسف كانت لسنوات كتيرة مهضوم حقها بحكم قربها من القاهرة، فكان طبيعي إن صانع القرار بيفكر في الأماكن الأبعد عن القاهرة علشان يوصل لها التنمية. لكن الحقيقة في الوقت اللي احنا فيه ده، ومع الاهتمام بتاع القيادة السياسية والإدارة الحالية للدولة المصرية، بقى في رؤية مختلفة لبني سويف، وخاصة لو حضرتك عرفتي ان بني سويف هي الظهير لمحافظتي القاهرة والجيزة، وكمان للعاصمة الإدارية، وهي بوابة الصعيد القادم من الدلتا وبوابة الدلتا للقادم من الصعيد. فموقعها الاستراتيجي ده بيأهلها لحاجات كتيرة جدا زي ما هوضح لحضرتك دلوقتي. فخليني الأول ابتدي أقول لحضرتك ان الدولة المصرية في خلال السنوات الماضية، نقدر نقول في الست سبع سنوات الماضية، قدرت ان هي تحط بني سويف على الخريطة بعدد كبير من المشروعات القومية اللي كانت لابد ان تتواكب معها الفكر اللي بيطبق في المحافظة. فلما الاقي ان الدولة المصرية عملت عندي المناطق الصناعية، عملت لنا عدد من اللي خلت بني سويف بالفعل بقى الكتلة السكنية المأهولة من الدولة المصرية، بيخليني اقدر في اقل من ساعة اوصل لمواني البحر الاحمر، في خلال ساعة اوصل لمواني اسكندرية، خليني اوصل لاي مكان عن طريق عندنا محور عدلي منصور ورانا، عندنا الطريق الجيش الشرقي، عندنا الطريق الصحراوي الغربي. كل التطوير ده مع المحاور الجديدة اللي هتتعمل زي محور الفشن في جنوب المحافظة خلى بني سويف لابد ان تأخذ حقها، وهو ده اللي اتوجهنا بيه وقت حلف اليمين، ان احنا نتواكب مع استراتيجيه الدوله المصريه 2030. وهو ده اللي خلانا خلال السنه الماضيه، على الرغم من ان العالم كله ومصر كانت بيحاربوا الكورونا، ان احنا نحول بقى هذه المحنه الى منحه. وهو ده اللي احنا عملناه، ان احنا استغلينا هذه السنه في ان احنا نحول استراتيجيه مصر 2030 الى استراتيجيه في بني سويف بالتعاون مع عدد من الجهات. نقدر نعرف خلال العشر سنين الجايه بني سويف هتشتغل في ايه، بني سويف خلال العشر سنين الجايه ما هو برنامجها الاقتصادي، ايه هي المجالات اللي المستثمرين ممكن يجوا يشتغلوا في بني سويف فيها. ده اللي احنا اشتغلنا عليه السنه اللي فاتت، مع ان احنا اشتغلنا كمان على تطوير العمل داخل المحافظه سواء في الديوان او في اي مكان اخر تابع للدوله، علشان يتواكب مع سرعه العمل والانجاز اللي في الدوله المصريه كلها، واللي احنا بنحاول هنا ان احنا نقتبس منها، وبنحاول ان احنا نواكب هذه السرعه اللي بتدور بها الدوله المصريه ودولاب العمل داخل الدوله المصريه. فابتدينا نشتغل الى جانب الاستراتيجيه اللي هوضحها لحضرتك على تاهيل الكوادر البشريه، وهو ده العنصر الاهم في الدوله المصريه. الكادر البشري لسنوات كبيره ما كانش فيه اهتمام كافي بيه وبتدريبه، فالحقيقه كان في الاخر بنطلب منه منتج واحنا ما ادينا له لا الادوات. نقطة شديدة الأهمية تحويل الكادر البشري من عبء على الدولة المصرية الموجود يعني في الجوانب الحكومية دلوقتي، تحويله من عبء لكائن منتج أو لشخصيات منتجة، بالتالي ده هيفرق في شكلنا تماما. وعايز اقول لحضرتك ده فعلا اللي احنا استنبطناه هنا في المحافظة، ان زي ما الرئيس وثق في الشباب واطلق في يوم الشباب المصري في 2016 مبادراته للشباب في تأهيله وتمكينه سواء في البرنامج الرئاسي وغيره من البرامج، نجح الرئيس ان هو بالفعل الكلام ما يكونش وعود بس، لا فعلا حصل تمكين فعلي للشباب في الدولة المصرية.
مش في بني سويف بس، لا الحقيقه احنا لو جينا نبص دلوقتي هنلاقي ان الاعمار للقيادات العمر معدل العمر ابتدى ينزل، وليس الهدف تمكين الشباب وفقط، لا احنا بنأهل الشباب وبنمكنهم علشان خاطر يكونوا على سرعه الدوله المصريه، وليس معنى هذا استبعاد الكفاءات والخبرات، ولكن ما تحاول الدوله المصريه الشابه دلوقتي انها بتعمله انها تعمل المزج ده، المزج اللي كان مفقود لسنوات كبيره. انتم اجبتم على سؤال انا لسه ما سالتوش دكتور، المزج بين الخبرات اللي موجوده اللي ما ينفعش نغفلها ابدا، خصوصا ان الخبره طبعا تقدر تتعامل مع مواقف كثيره جدا، مع الافكار الجديده والدراسات والشباب الواعد المؤهل الدارس اللي عنده حماس وعنده قدره على العمل. الميكس او الدمج ما بين الاثنين ده احنا شايفينه في محافظه بني سويف. لان الدول لا تقوم الا بهذا، ولو احنا مكنا الشباب فقط دون تاهيله ودون دعمه بالخبره هتكون النتائج ادعي انها ممكن تكون كارثيه، نظرا لان الخبره لها عامل كبير، ولكن لما ابتدي ادمج هذا الشباب مع خبرات كبيره زي ما تم انا معايا شخصيا في محافظه بورسعيد، بقى عندي القدره ان انا نقدر نقول اتعلم من القيادات اللي خدمت معاها في محافظه بورسعيد وفي غيرها من الاماكن، ودلوقتي بتعلم برضو من اساتذتنا ومن قياداتنا ومن دولة رئيس الوزراء ومن فخامة الرئيس نفسه كيف تدار الدولة المصرية. هو ده الخليط والمزيج الناجح اللي اي مؤسسة عايزة تنجح لازم تعمله مع افكارك الشبابية. مع افكار الشبابيه. طيب سياده المحافظ، يعني اموال كثيره بتضخ في المحافظه واحنا شايفين نتائجها، اموال طائله تم ضخها في محور عدلي منصور وغيرها، يمكن 87 مليار جنيه في المحافظه اتحطوا علشان يتحطوا في مشروعات. لو حضرتك عرفنا سريعا عن المشروعات الرئيسيه اللي محافظه بني سويف بتتبناها في هذه الفتره. فندم، لما كان بيتم ضخ اي مبلغ كان في النهايه الهدف منه هو خدمه الخطه الكبيره اللي معموله لمصر والخطه الكبيره اللي معموله لبني سويف. فال 87 مليار هو الرقم ده رقم حقيقي، بل زاد في الفتره الاخيره وهيزيد اكتر خلال الفتره القادمه ان شاء الله، نظرا للاهميه الاستراتيجيه نقدر نقول الجيومكانيه لمحافظه بني سويف، مش عايز اقول من ناحيه التجاره او من ناحيه الصناعه. فانا لما يبقى عندي محافظه فيها 8 مناطق صناعيه لابد ان انا اوفر لده طرق كويسه، لابد ان اوفر له طاقه كهربيه كافيه، لابد ان اوفر له مناطق لوجستيه. كل ده كان محطوط في خطة الدولة المصرية. فأي أرقام بيتم ضخها في أي محافظة هي في الآخر جزء من الصورة الكبيرة اللي بيتم خلقها للدولة المصرية داخل استراتيجية 2030. فخلينا اقول لحضرتك ان ال 87 مليار دول هم اللي وصلونا ان احنا نحط استراتيجيه للمحافظه. هذه الاستراتيجيه مبنيه على المميزات النسبيه اللي موجوده داخل المحافظه، او نقدر نقول المميزات التنافسيه للمحافظه زي المكان وغيرها زي ما انا هوضح لحضرتك. واتمنى اني ما اكونش بسبق السؤال برضو، بس خلينا اقول لحضرتك ان استراتيجية المحافظة التنموية اللي مأخوذة من لب استراتيجية 2030 قائمة بالاساس على 6 قطاعات. هذه ال6 قطاعات مستنبطة من المميزات النسبية اللي خلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لبني سويف، استفادة من مكانها واستفادة من المميزات التنافسية زي ما قلت لحضرتك. فعلى الترتيب خلينا نقول ان احنا القطاع الاول اللي بتهتم بيه بني سويف في الفترة القادمة واللي ابتدينا نشتغل عليه بشكل جدي وقوي هو قطاع النقل والتجارة واللوجستيات. وبالفعل كنا في اول امبارح في اجتماع مع وزارة التموين ووزارة النقل عشان نعمل اول منطقة لوجستية وميناء جاف في محافظة بني سويف في منطقة كوم ابو راضي. وبالفعل بدأت الدراسات الفعلية دلوقتي علشان نقدر نقول ان هو يقارب ال100 فدان ده في قطاع النقل والتجارة واللوجستيات، اضافة الى عدد من المناطق اللوجستية الاخرى والمخازن. ونقدر نقول الطرق هي اللي سهلت لنا القصة دي، سهلت لي ان انا اوصل لاي ميناء، سهلت لي ان انا اوصل لاي محافظة في مصر في وقت قليل جدا. القطاع الثاني هو قطاع الصناعة. وبني سويف خلينا نعرف ان فيها 8 مناطق صناعية، وال8 مناطق صناعية دول خلوا بني سويف من اهم قلاع الصناعة في مصر، وخلت عدد كبير من الكيانات الدولية تستوطن بني سويف بل وتتوسع خلال الفترة القديمة في الوقت اللي العالم كله بيحصل فيه انكماش في الاقتصاد. كان بيحصل هنا من الشركات توسع في بني سويف نظرا للأهمية اللي لاحظوها دلوقتي لبني سويف ومستقبليا. فالمناطق الصناعية من أهم القطاعات اللي احنا بنشتغل عليها. القطاع الثالث هو قطاع الزراعة. وإن كانت بني سويف تعرف بأنها محافظة زراعية إلا أننا بنحاول أن احنا نعمل هذا المزج ما بين الصناعة والزراعة.
فبنستغل الميزه النسبيه اللي معروفه عن محافظه زي محافظه بني سويف بان هي من اهم المحافظات في مصر ان لم تكن الاهم بالفعل في تصدير النباتات الطبيه والعطريه اللي بتطلع المشهورة بها بني سويف بشدة برغم صغر المساحة وبرغم صغر الرقعة الزراعية اللي موجودة. يعني يمكن المحافظة فيها مناطق صحراوية أكتر. أنا مش بقاطع حضرتك اتفضل. دكتور هاني، لكن خلينا نتكلم كمان عن إن إحنا عندنا ميزة مش مشهورة عن بني سويف، مش عارفة أنتوا بتتعاملوا معاها إزاي. إحنا عندنا نقدر نجتذب السياحة الدينية لمحافظة بني سويف. عندنا مسار العائلة المقدسة، وعندنا كنيسة السيدة العذراء، وعندنا يعني مساجد، وعندنا أهرامات من العصر الفرعوني. كل ده هل ده يقدر يساعدنا في اجتذاب السياحة لمحافظة بني سويف كمزيد من الدخل ليها؟ وهو ده المجال الرابع من الخطة الاقتصادية التنموية للمحافظة، مجال السياحة، وللأسف لسنوات كبيرة كان مهمل في بني سويف، على الرغم من نقدر نقول ان تاريخ السياحة في بني سويف بيمتد الى 65 مليون سنة مضت. احنا عندنا هنا كهف صنور اللي بيمتد الى 65 سنة ماضية، وهو من اجمل الكهوف اللي فيها صواعد وهوابط في العالم. عندنا زي ما حضرتك قلت أجزاء شفافة وأجزاء ثلجية، ويعني ده حقيقي. المنظر من الداخل ده بيتهيألي حقيقي. ممكن ده يجتذب حقيقي، وبالفعل احنا كنا المهتمين موجودين بالطبيعة. امبارح هناك علشان نعيد افتتاحه. وزي ما حضرتك قلتي الرهبنة بدأت في العالم من بني سويف. نقدر نقول ان كمان العصر الاسلامي في بني سويف كان موجود وبقوة بعدد من المباني. نقدر نقول العصر القبطي في مصر موجود هنا وبقوة. احنا ورانا هنا دير العذراء، ورانا عندنا عدد من الأديرة والطراز الكنسي المتميز. كمان خليني اقول لحضرتك ان عندنا هنا هرم اقدم من هرم خوفو، وهو هرم ميدوم، واللي بالفعل خلال الفتره القادمه هيحصل تنميه كبيره جدا حواليه، سواء في المنطقه المقابله ليه او حتى في منطقه واحد ميدوم اللي احنا ان شاء الله هيتم افتتاحها في القريب للمواطنين. فالسياحه في بني سويف اضافه الى السياحه النيليه اللي نقدر نقول ان بني سويف هي بيقع فيها اقصى اتساع للنيل في مصر كلها. كل ده احنا شغالين عليه، وضعنا حجر الاساس لعدد من المشروعات. مشروع الممشى السفلي اللي هيجتذب عدد من المواطنين كبير سواء هنا في المحافظه او من المحافظات المجاوره، عشان يكون من اجمل الكورنيش او الممشى اللي موجود في مصر. طيب احنا عندنا اكيد نقاط تانية سيادة المحافظ، مش عارفة بقى حضرتك تفضل تتكلم عليها سريعا، ولا في واحدة من الحاجات اللي بتتوجه لها الدولة المصرية ومهتمة جدا بيها وبتمس نبض المواطن المصري، مشروع حياة كريمة او يعني المظلة اللي موجودة دلوقتي وبيتم استهداف عدد كبير جدا من القرى في محافظة بني سويف بموضوع حياة كريمة؟ لو اتكلمنا عن ان قد يكون هناك الرقم مش حاضر في ذهني عدد القرى، ولكن خلينا نقول ان في عدد كبير جدا من المحافظات هيتم توصيل كامل الخدمات، يمكن 66 قرية لو الرقم صحيح حضرتك عدل عليا. لكن احنا بنتكلم في ان احنا عدد كبير جدا من القرى هيتم توصيل ليها الخدمات بشكل نموذجي، وهيتم كمان توصيل الخدمة الطبية الشاملة. يعني احنا بنشتغل بشكل متكامل مع بعض بحيث ان المواطن المصري يحس بجودة الحياة، مش فقط يحس ان هو او يشعر ان هو مسموح له العيش الادمي. لا خلاص، ده ما بقاش من ضمن خطط الدولة المصرية. خطط الدولة المصرية ان المواطن يحس بجودة الحياة ويحس ان هو عايش حياة متميزة كمان. لا، حياة كريمة خليني اقول لحضرتك ان هنا بني سويف للاسف لسنوات ما كانش موجود فيها مشروع حياة كريمة، ولكن الحمد لله تم ادراج بني سويف في هذه المرحله بمركزين هم مركز ناصر وبيبه. وخليني اقول لحضرتك ان كلمه حياه كريمه بعد ما كانت مجرد اصلاح لبعض الخدمات واستكمال طرق وغيره، الموضوع تحول الى معنى كلمه حياه بالمعنى الحرفي للكلمه. فبقى الحياه مضمون فيها سكن كريم، بقى في تمكين اقتصادي كمان عن طريق المشروعات الصغيره والمتوسطه، بقى في كمان استكمال للنواقص من القطاع الصحي سواء مستشفيات وتأهيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية. كمان خلينا اقول لحضرتك استكمال المرافق اللي كانت مش موجودة او ناقصة او فيها عدم استكمال بشكل او باخر من مياه وصرف وغاز وكهرباء واتصالات، اضافة طبعا الى وضع الطرق اللي كان للأسف متردي لفترة كبيرة جدا. كل ده زي ما بقول لحضرتك بينضم ليه مشروع سكن كريم، واللي تم الاعلان عنه ان لا يليق ان انا اعمل هذه الخدمات وبيوت الناس
حالتها صعبه. فهو ده بالفعل اللي تم التوجيه بيه خلال الفترات الماضيه من فخامه الرئيس، ان كمان البيوت بتاعت الناس اللي محتاجه الى تاهيل او اعاده بناء او اعاده او ترميم هيتم التعامل عليها. فبالفعل نقدر نقول ان زي ما الرئيس قال ان احنا هندخل الريف وهنخرج منه وهو حاجه مختلفه. وبالفعل احنا عندنا مركز ناصر ومركز بيبا كانوا هم الاكثر احتياجا في هذه القطاعات، وبالفعل فخامه الرئيس صدق لنا عليهم، وندعي ان شاء الله خلال السنوات القادمه هنشوف مراكز خصوصا وجود مختلفة. مشروعات صحية كمان في مركز بيبا وقرب تسليم الوحدات الصحية الجديدة. يعني أعتقد أنه شكل متكامل. دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شكرا للمجهود المحترم اللي انتوا قايمين بيه، اللي احنا مش لاحقين نتكلم عنه كله علشان يعني وقت الحلقة. شكرا لوجودكم وشكرا للمجهود المحترم اللي انتوا بتقوموا بيه. شكرا لحضرتك. جمانة وحسام، احنا مش لاحقين نتكلم عن حاجات كتير جدا كنا لسه المفروض نتكلم عليها. نتكلم عن تواجد الشباب، نتكلم عن نتيجة الدورات المختلفة اللي الشباب اخدتها وخلت الشباب دول موجودين في مراكز القيادة وفي مراكز صناعة القرار. بيتهيألي النهاردة تجربتنا في محافظة بني سويف كانت مختلفة. اتمنى انكم تكونوا استمتعتم بيها زي ما انا استمتعت بيها النهاردة. برجع لكم في الاستوديو حسام وجمانة. منا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول كمان لضيفك الكريم، وحقيقة احنا استمتعنا واستفدنا، ونشكرك على كل هذه المعلومات. خلينا ننتقل مع حضراتكم لزميل اخر احمد الحسيني، والنهارده هتعلن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية